احلى واطعم فطاير هتعمليها بطريقه اقتصاديه من غير لا بيض ولا زبده ولا لبن، وتطلع معاكي هشه وطريه وبحشوه اقتصاديه طعمها في منتهى الجمال. هنحتاج كيلو من دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق المخبوزات. هضيف عليه معلقه ونص من الخميره الفوريه، هضيف معلقتين من السكر، 3 معالق من اللبن البودر لو مش متوفر عندك ما تضيفوهوش بس بيدي طعم حلو للعجينه. هضيف معلقه صغيره من الزعتر الناشف، بتدي برضو طعم حلو للعجينه، لو مش عايزه تحطيه ما تحطيهوش بس بتنكه العجينه وتخلي طعمها حلو. هضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح. اقلب المكونات الجافه كلها كده مع بعض. هضيف معلقه خل كبيره بتدي هشاشه وطراوه حلوه للعجين. هضيف نص كوبايه من زيت الزيتون، لو مش متوفر عندك ضيفي اي زيت نباتي بالشكل ده. هقلب الدقيق كده مع الزيت مع بقيه المكونات. هجيب ميه دافيه وانزل بالتدريج شويه شويه وابدا اعجن لحد ما العجينه تلم معايا، وكل دقيقه على حسب نوعه ما ياخد معاكي من ميه. لمت معايا العجينه بالشكل ده، اخدت معايا كوبايتين من الميه الدافيه. هفضل اعجن فيها مده ما تقلش من 7 دقايق ل 10 دقايق علشان اخد معايا عجينه طريه ناعمه ملسه ما بتلزقش في اتعجنت معايا العجينه بالشكل ده. دهنت وش البوله بالزيت بالشكل ده، ودهنت وش الفطاير وهحطها فيها لمدة نص ساعة. هغطيها بكيس بلاستيك وفوطة نظيفة لحد ما تختمر. اختمرت معايا العجينة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ههبط التخمير وهقطعها كرات صغيرة على الحجم اللي تحبيه، واحطها على صينية لمدة 10 دقايق ترتاح، وبعدين نشكلها. كل كورة هفردها بالشكل ده بالنشابة او بايدك مفيش مشكلة، طول ما العجينة مستريحة بتمشي معاكي حلاوة. خليها سمك متوسط مش رفيع قوي بالشكل ده، وهنقلها على صينيه ما تكونش مدهونه اي حاجه. كل الفطاير بتاعتي هعملها بنفس الطريقه على شكل دائري كده. هحط جبنه موتزاريلا وشويه فلفل الوان واحطهم عليها، زيتون اسود مخلي او اخضر مخلي زي ما تحبي. هدخل الفطاير الفرن على درجه حراره 220 في الرف الوسطاني، واكون مشغله الفرن من قبل ما ادخلها بربع ساعه. فطايرنا الجميله بعد ما خرجت من الفرن شايفين شكلها ازاي، واخده لون ذهبي حلو من تحت ومن فوق، واستوت طريه هشه، ريحتها حلوه جدا وطعمها احلى حاجه كده روعه، لازم تجربوها.